الكيدز اريا من الحلول اللطيفة والممتعة للأطفال لتقضية وقت، خصوصا في وقت الأجازات. وفي أماكن كتير متاح فيها منطقة ألعاب وكمان أنشطة زي التلوين وعمل أشكال بالجبس والصلصال، وبتقدم كمان سناكس، وبيبقى جنبها منطقة كافيهات عشان الأطفال لو سنهم كبير شوية ممكن تسيبيهم يلعبوا وتروحي انتي تروقي على نفسك وتشربي حاجة. لكن أهم من كل ده إن انتي لما تختاري مكان لازم تكوني مطمنة لمعايير السلامة والنظافة فيه. نفكر مع بعض بقى في شوية تفاصيل علشان خاطر تسهل عليك يومك كأم في الخروجة دي وعلشان ما تتعبيش. أول حاجة، لازم الطفل سواء كان بنت أو ولد يكون لابس بنطلون، مش شورت ولا جوب ولا فستان. ليه بقى؟ علشان لو لابس حاجة قصيرة جلده هيحتك بالزحليقة وهيوجعه، وكمان كده مش هيعرف يتزحلق. تاني حاجة، لازم الطفل يكون لابس شراب، عشان احيانا ممكن ننسى وننزل بصندل او كروكس. طيب برضه هو ليه لازم شراب؟ علشان كده كده لما بنخش الكيدز اريا لازم بنقلع الجزمة وبندوس على الارض حافيين، والارض دي بيكون عليها نقط عصير او ممكن نقط مية او فتافيت اكل. انتوا اكيد فاهمين انا بتكلم في ايه. تالت حاجة، الطفل لازم يكون لابس جزمة سهلة اللبس والقلع، علشان لما يجي يخش التويلت او لو حتى بتدربيه على قلع الحفاضة ما ياخدش وقت طويل في لبس وقلع الجزمة، واحنا كلنا عارفين ان في المرحلة دي تحديدا الوقت مش في صالحنا. رابع حاجة، أمني نفسك بأن يكون معاكي طقم هدوم زيادة، علشان لو طالعين على حتة تانية أو لو يومك طويل كده ولا كده الهدوم في الكيدز اريا بتتبهدل جدا وبيعرقوا جدا ساعتها. خامس حاجة، أمني نفسك بمية كتير وسناكس منعشة زي الزبادي أو الفاكهة، علشان بعد ما بيخلصوا لعب بيكونوا محتاجين حاجة ترطب عليهم. سادس حاجة، لو طفلك صغير وانت هتدخلي معاه في الكيدز اريا كمرافق لازم تلبسي انت كمان حاجة مريحة زي بنطلون قطن واسع، شراب تقيل وكوتشي، علشان انت كده كده هتلعبي معاه في كل الالعاب. سابع حاجة، طبعا هتواجهك مشكلة ان الطفل مش عايز يسيب المكان وبيرمي نفسه في الارض. ساعتها انت هتبقي مجهزة نفسك برشوة تقدميها له علشان يخرج، زي مثلا لعبة بيحبها، اكلة بيحبها، وتجيبيها معاكي من البيت، وطبعا علشان ما تتفضحيش. واخيرا بعد اليوم المرهق ده ما تنسيش تروقي على نفسك بكوباية قهوة او عصير فريش عشان تتبسطي. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس لو في اي تفاصيل تانية بتاخدوا بالكم منها وانتوا رايحين الكيدز اريا، وانا عارفة انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها.